السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا رجالة؟ وحشتوني جدا جدا. أول حاجة يا صاحبي صلي على النبي عشان تاخد ثواب وناخد ثواب عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. النادي الأهلي بيطبق الشرع، الوحيد اللي في مصر بيطبق الشرع على كل الفرق. ادى المقاولين أربعة والزمالك أربعة، ودي حاجة يعني معظم الرجالة عندنا في مصر ما بنعرفش نعملها، حتى ما بنعرفش نعمل فاهم الاتنين حتى فاهم. الراجل بيطبق الشرع، كان ثلاثة، معظمهم كان ثلاثة، دلوقتي بقى خلاص دخلنا في الليفل بتاع الأربعة. كولر يا جدعان مصمم على انه ينهي الدوري بلا هزيمه، ما فيش حد هيقف قصادي. فاهم انت ازاي؟ بعمل تدوير ما بعملش تدوير، ما حدش ليه فيه، وحقك. انا شايف انه حقك، انت راجل بتعمل مطلوب منك وزياده، وكل اللعيبه سواء اللي كان بيلعب اساسي ومش بيلعب اساسي كلهم صراحه في المود وفي الفورمه. شريف وديانج، وديانج بيعمل اختراقات جوه منطقه جزاء الخصوم، دي حاجه، وبقى يقف عليها ويرجع يبوظ، ده حاجه جديده دي. ديانج كان بيخش قبل كده، بس كان بيحطها فاهم انت ايه هناك في برج القاهره. فصراحه ابداع. شريف بدأ يرجع يسجل تاني. حاجه معلول طبعا مش محتاجين نتكلم عليه كتير. كهربا كنت اتمنى يسجل. وفي موقف بتاع ضربه الجزاء ده يقول لك ان في مدير فني قاعد بره، كهربا مسك الكوره كان عايز يشوطها، لما نادى عليه كولر قال له لا طاهر اللي يشوطها، راح ادى الكره لطاهر. طبعا تغير تام في سلوك لاعب زي دوت بيدل ان في لا في مدير فني وفي دنيا مظبوطه. الراجل ده عنده فرصه تاريخيه ان يعمل رقم ما حصلش قبل كده مع النادي الاهلي. النادي الاهلي وصل لنقطه 81، فاضل له 3 مباريات. مفيش فريق مصري وصل للنقطه 90 من ساعه ما بقينا 18 فريق في الدوري. الاهلي عنده 3 مباريات بتوعه اللي فاضلين: الحرس وبيراميدز والمصري. ما اعتقدش اسم اي فريق في مصر حاليا ممكن يخليك تقول لا الاهلي ممكن مثلا ما يفوزش عليه. من الاخر بيراميدز ده 3 وممكن ياخد 4 يطبق عليه الشرع. الاهلي شبهه شبه الفرقتين اللي قبل كده. فموضوع مساله وقت، يعني الدور على مين. ده صراحه الاحساس اللي مصدره لنا كولر اليومين دول. على الجانب الاخر يعني كنت اتمنى نتيجه ايجابيه، الزمالك يواصل السقوط بتعادل مع فاركو بعد ما كان متقدم 2-0. ما تفهمش ايه اللي حصل يعني. الولا سيف تيري ده الدوري كله جاب 3 اجوان، هم كل 3 اجوان كلهم في الزمالك. طب ليه؟ حتى المدير الفني بتاع فاركو قال لك استغلينا المساحات. انا قلت الكلام ده قبل كده كذا مره، في مساحات غير طبيعيه في الطريقه بتاعت الراجل دوت، واللاعيبه لغايه دلوقتي مش عارفه تطبقها، وده بيبان مع الفرق الكبيره اللي بتهاجم. كمان الراجل اوسوريو مدرب الزمالك بمجرد مثلا ما بيتهزم او كده بيتعصب ويقول اي كلام ويتكلم مع اللعيبه بتوع الخصم. وطالع النهارده يقول لك المؤتمر الصحفي انا هدي اللعيبه 5 ايام راحه وهسافر، ما حدش يتصل بيا، ما حدش فيكم من صحابي عشان ليه حق انه يتصل بيا، وانا اتغلبت من اهلي بالطريقه ديت وهي دي طريقتي، واللي مش عاجبه مش عاجبه. ايه يا عم ده الراجل؟ على فكره احنا عارفين ان انت بيفوضوك في هندوراس ان انت تمسك المنتخب بتاعهم. هو كل واحد يجي عندنا في الزمالك يتنطط ويتعوج زي ويزهقنا؟ ما هو مش هينفع. فصراحة يعني لعيبة الزمالك ما فيش حد بيتكلم عليهم ولا بيلوم عليهم، لأن هم بيلاقوا الحجج بتاعة الهزيمة من قبل ما الماتش يبدأ. واحد تاني يطلع يقول لهم ده الجن اللي بيساعد الفرقة التانية، وواحد تاني يقول لك دي طريقتي، واللي مش عاجبه مش عاجبه. فخلاص بقى أنا مش جبتوا لنا جنتونا أنت فاهم إزاي؟ حرام والله اللي بيحصل ده يعني. ويعني أقول لك إيه، وفي عالم موازي آخر امام عاشور قاعد بيحلق، والراجل حلاق راح عامل له فيديو وكاتب تحت الفيديو نجم الاهلي المتالق امام عاشور. يعني ايه؟ انت يا عم انت العيل ده خلي بالك غير شخصيه اللعيبه التانيه، بحس ان هو مستفز شويه. انا شخصيا كاهلاوي والله العظيم ما يلزمني، لكن هو صفقه للاهلي يعني ايه زعزعه المنافس وثقته في نفسه وبتاع. بس انا الفيديو بتاع الشتيمه ده مش بيطلع من دماغي خالص، مش متخيله حتى لو عمل 600 الف اعتذار. واصله الفكره معاك؟ بس احنا كمشجعين احنا لينا ان احنا نتكلم وكراجل يوتيوبر لينا نتكلم، والاداره بتعمل اللي في دماغها طالما بتنجح خلاص. وسيراميكا كليوباترا بيقول حلم طولان. سيراميكا كليوباترا ده كان من الفرق اللي كانت تستاهل الهبوط، عندها لعيبه وعندها، بس كان يستاهل الهبوط. في النهايه يا صاحبي لو وصلت لاخر الفيديو ادعمنا باشتراك في القناه عشان نستمر.